بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل القرآن منارا للمهتدين وضياء للسالكين ومعجزة باقية إلى يوم الدين لا يحتريه النقص والتبديل ولا التحريف والتغيير، محفوظ بحفظ الله الذي أنزله، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والصلاة والسلام على أشرف خلق الله وآله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا عباد الله، إن من أعظم وأنفع ساعات المسلم التي تزيد من تقواه لربه سبحانه هي تلك الساعات التي يحظيها مع كتاب ربه القرآن، فيتلو ويتدبر ويتعلم الأحكام ويأخذ العزة والعبرة. فأكثروا من الإقبال على القرآن الكريم، لا سيما في هذا الشهر المبارك، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. ووصوا أهليكم رجالا ونساء صغارا وكبارا على تلاوته والإكثار منه، واجعلوا بيوتكم ومراكبكم وأوقاتكم عامرة به، فإن أجر العمل يضاعف بسبب الشرف الزمان الذي عمل فيه. ورمضان من أشرف وأعظم أزمنة السنة، بل هو شهر النزول جميعه إلى سماء الدنيا جملة واحدة. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نزل القرآن جملة واحدة إلى سماء الدنيا، ثم كان جبريل عليه السلام ينزل به بعد ذلك الأول، فالأول إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد كان نبينا صلى الله عليه وسلم يخبر على القرآن في شهر رمضان إقبالا خاصا، فكان يتدارسه مع جبريل عليه السلام كل ليلة. إذا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان جبريل يلقاه في كل ليلة من شهر رمضان فيدارسه القرآن. وكان السلف الصالح رحمهم الله مع القرآن في هذا الشهر الجليل شأنا عظيما وحالا عجيبا، فقد كانوا يقبلون عليه إقبالا متزايدا ويعمرون به جل أوقاتهم. عباد الله، فقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنهما أنه كان يقرأ القرآن في رمضان في ثلاث. وصح عن الأسود بن يزيد رحمه الله أنه كان يختم القرآن في شهر رمضان في كل ليلتين. وكان الإمام البخاري رحمه الله يقرأ القرآن في كل يوم وليلة من رمضان ختمة واحدة. وكان الإمام الشافعي رحمه الله يختم القرآن في كل يوم وليلة من رمضان مرتين. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد أعلم خلق الله بدينه وشرعه، وأنصحهم للناس وأنفعهم، وعلى آله وأصحابه أولي الفضائل والكرامات، ومن تبعهم إلى يوم العشر والجزاء. أما بعد، فيا عباد الله، ها نحن في رمضان شهر القرآن، حيث أنزله الله سبحانه وتعالى في هذا الشهر. قال عز وجل: إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا أنزلناه في ليلة القدر. إخوة الإيمان، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحيي ليالي رمضان، وإذا كان العشر الأواخر أيقظ أهله، وكان صغير وكبير يطيل الصلاة، وكان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في قيام رمضان أكثر مما يطيل في غيره. فقد صلى معه حذيفة ليلة فقرأ بالبقرة ثم آل عمران ثم النساء، لا يمر بآية تخويف إلا وقف عندها يسأل. إخوة الإيمان، انظروا كيف كان السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم مع القرآن إذا دخل رمضان. كان الزهري رحمه الله إذا دخل رمضان قال: فإنما هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام.
وقال ابن عبد الحكم كان مالك إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم وأقبل على تلاوة القرآن من المصحف. كان للشافعي وأبي حنيفة في رمضان 60 ختمة يقرؤونها في غير الصلاة. عن محمد بن مسعر قال كان أبي لا ينام حتى يقرأ نصف القرآن. كان قتادة يختم القرآن في 7 أي كل 7 ليالي يقرأ القرآن مرة. وإذا جاء رمضان ختم في كل صلاة. فإذا جاء العشر الأواخر ختم كل ليلة. عباد الله هذا حالهم في رمضان مع القرآن. فما هو حالنا؟ إذا كان الإمام مالك يترك دروس العلم ليقرأ القرآن فهل نحن نترك تويتر والفيسبوك والواتساب والشبكات العنكبوتية وما شابه ذلك؟ أم في رمضان تصدر الأفلام والمسلسلات وسم ما شئت؟ هذا حال السلف. فما حالنا اليوم؟ وما هوجنا أيها الأحبة الاغتنام هذا الشهر الكريم في القرآن الكريم قراءة وحفظا وفهما وتدبرا وعملا حتى نسعد في الدنيا والآخرة. وفقنا الله تعالى وإياكم لما يحبه ويرضاه وتقبل منا ومنكم سائر الأعمال إنه ولي ذلك والقادر عليه. قوموا إلى الصلاة.